السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. الحمد لله راني عاود رجعت للفيديوهات بعد انقطاع طويل. جبت لكم اليوم غراتان سهل جدا، غراتان سبانخ او غراتان السلق. اذا وجبة خفيفة، ونتمنى نداوم على وضع الوصفات، لانني راني بزاف انقطعت مدة طويلة، كانت ظروف خاصة والحمد لله اني رجعت. وان شاء الله تدعموني وتتابعوا الفيديوهات، وما تنسوش الاشتراك ووضع التعليقات الجميلة نتاعكم. هنا كما كنت تلاحظوا زوج رباطي تاع السلق، نقيهم مليح مليح بالماء ونقطعهم. هنا عندي 3 حبات طوماطيس ولا كانوا زوج كبار ملاح، زوج فصوص ثوم، حبة بصل، توابل عندي كركم، فلفلة حمراء وسكنجبير والملح. نبداو على بركة الله. نشوفوا اول حاجة راكم تشوفوا البطاطا مقلية راها على جهة، يعني نحتاج الى البطاطا مقلية، قليتها ديجا. وهنايا درت البصلة اني طحنتها بالروبو يكون الاحسن، نقليها مليح في البصل. شوفوا هاد الوجبة تجربوها، غادي يعني متأكدة في التعليقات غادي كاع تقولوا شهية، يعني فريمون شابة شابة بالبزاف وبنينة. إذا درت التوابل، إذا نبدا نقلي مليح. شوفوا غادي ندير لكم خطوة بخطوة، وراه الفيديو قصير ومفيد. وهنا ندير مغرف طماطم مصبرة. هنا اللي ما بغاش يديرها ما يديرش، يعني راها اختيارية. إذا خليها تقلى مليح، ونزيد هذوك زوج سنينات ثوم، راكم تشوفوا راهم مرابيين، يزيد يعطي بنة لهاد لاصوص. نزيد الطوماطيس هذه راها مرابية. إذا نخلي الكل يتقلى مع بعض. والمقادير سيبارابا نعطيها لكم، غادي تشوفوا في المومون تاع الفيديو يبانوا المقادير. هنا ندير اللحم مفروم تاع الدجاج. تديروا اللحم يعني العادي، لحم الدجاج ولا لحم خروف ولا البقري، غير كيف كيف. ونبدا نقلي ونتابع حتى يتقلى مليح اللحم. هنا كنت تشوفوا بدلت المقله، درت في الطاجين. علاش؟ خاطر غادي نزيد السلق، والسلقه كنت تشوفوا الكميه تاعها كيفاش كانت كبيره. بصح غادي حاجه اللي تعرفوها ان السلق يذوب في الساعه في الطياب. شوفوا هنا الطاجين كاع راه عامر، ونقعد ندير بهذا الشكل، وهو بشويه بشويه يبدا يقل في الحجم تاعه، خاطر السلق في ساعه يذبل. هكا نبدا ندور، والنار راها مرتفعه ماهاش متوسطه. اذا نقعد نعاون ندور. وشوفوا هنا السلق يطلق الماء، كنتوا تشوفوا الماء. اذا غادي نخليه يطيب حتى ينشف هذا الماء. اذا نغطي عليه ونخليه. ودرك نجي نحضر كريمه الكراتا. عندي 3 بيضات. شوفوا غادي نورمالمون نستعمل كريمه سائله، ما عنديش هنا حليب كان باقي في الفريجيدار. وعندي هذه الفرماج تاع الطلي ثاني غادي نخدم به. شوفوا كاين واحد لاستيوس، نجيب غير داك الحليب، ندير هكا كميه من الجبن. قلت لكم هذا تاع الطلي راه غني عن التعريف، راه موجود في الاسواق. ونبدا نخلط، واللي يبغى تدير كريم فريش دير لا كريم فريش. اذا كان متوفر عندي الحليب وهذاك الفرماج درت بهذه الطريقه. اذا نفرغه على البيض ونخلط مليح، هكا يساعد الفرماج باش يتحل. ونزيد دروك حبه مغرف صغيره من الفلفل الاسود.
وهنايا كتشوفوا الملح كانت مشى لي الفيديو ونوريت زدت الملح، بصح شوفوا غير كيما وريتكم اون بانسي تاع الملح، خاطر الجبن ديجا مالح وحتى السلق مالح، يعني هو روحه يجي مالح. شوفوا هنايا راها نشفت تقريبا. وهنا هاد لاستوس يعني خطير جدا، حاجه روعه، اللي هي مغرف كبيره نتاع عصير الليمون ومغرف صغيره كمون. هذا اللي غادي يعطي الكغاتا واحد الميزه في المذاق يعني خياليه. حتى حنا غادي يعرف هاد لاستوس ولا هاد البنه اللي تكون في الكغاتا. اذا دوك نجيب هاد المول، ندير البطاطا مقليه هي الاولى، ندير شويه من هذيك الكريمه اللي خدمتها، ونحط السلق، معليش هو حامي معليش، ونبدا نوزعه كيما هاك، ونزيد نوزع البقيه نتاع الكريمه اللي حضرناها. وهنا راها واجده باش ندخلوها الفرن. حاجه اختياريه، بغيتو تزيدوا الفرماج غابي بغيتو ديروه، بغيتو ما ديروش، لكم الاختيار. انني درت الاخر الجبن تاع شيدار، والفرن كان ديجا شاعل وحامي. اذا ندخله للفرن 10 دقائق يطيب من التحت، من بعد نشعلو عليه من الفوق خاطر كلشي طايب باش يحمر. وهذه هي خرجته كما راكم تلاحظوا، والبنه طالعه مميزه. وقلت لكم الحاجه اللي تميزها هو هذاك عصير الليمون والكمون، هذه لمسه خاصه في هذا الكغاتا. اذا غادي نقسم شويه وتشوفوا. اذا نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتخلوا لي التعليق تاعكم. اذا اللي اول مره راه يلاحظ هذا الفيديو نتاعي، اذا اشترك بالقناه ودعموني بالاشتراك وما تنساش وضع اللايك. اذا ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. اذا كما قلت لكم نتمنى نداوم في وضع الفيديوهات، لان راها صافي لونطون ملي انقطعت على الفيديوهات، كانت ظروف خاصه، ونتمنى نعاود نرجع بقوه. والشيء اللي يخليني نزيد نتشجع باش نوضع الفيديوهات هو الدعم نتاعكم. اذا ما تنساوش دائما دعمي بالاشتراك او بوضع تعليق يشجع على المواصله ان شاء الله. ومع السلامه في وصفه اخرى ان شاء الله.